السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل بقى الحواوشي بكل تريكاته زي بتاع بره بالظبط، وكمان هنضيف حاجة هتزود معاكي الكمية، وكمان هتديكي طعم حلو جدا جدا في الحواوشي. هنخش على المقادير والوصفة بالظبط، وخليكي معايا لاخر الفيديو عشان تعرفي اتعمل ازاي بكل تفاصيله. يلا بينا نبدأ الوصفة ونسمي بسم الله ونقول اتعمل ازاي الحواوشي من الألف للياء. يلا بينا نسمي بسم الله. هنا عندنا المقادير كانت عبارة عن كيلو إلا ربع من اللحمة، أي الكمية اللي انت عايزاها، عليهم 150 جرام من الدهن بشراهم، عندنا 100 جرام من فول الصويا نقعاه في مية، ده منقوع في مية والمية شربت بتاع السوائل شربتها. عندنا كمية بصل بقى محترمة، هو ده اللي هيزود معاكي الكمية. عندنا البهارات، عندنا معلقة من بهارات اللحمة، ومعلقة صغيرة شطة، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة كزبرة، ومعلقة بابريكا، وكمان الملح. طبعا الملح على حسب الذوق بتاعك، يعني ممكن تقللي تكتري، ده يرجع لك انت. هي دي بس البهارات اللي هنحطها فيها علشان نحس بطعم اللحمة جوه الحواوشي. الحواوشي لازم تحطي فيه دهن، يعني نسبة الدهون بتاعته تبقى عالية شوية. هنحط بقى كل المكونات اللي احنا قلناها، اللي هو الفول الصويا. انا ما صفيتهوش لان هو شرب الميه بتاعته، انا اصلا حاطه له مقدار نص كوبايه من الميه. وهنحط البصل وعليه البهارات، هنحط كميه البصل بتاعتنا مبشوره. لو حابه تحطي فلفل، انا ما بحبش احط فلفل في الحواوشي علشان الطعم بتاع الفلفل بيضغط على طعم اللحمه، فانا عايزه احس بطعم اللحمه وانا باكلها، فبحط البصل بس، بصل كميه بصل مبشوره كده حلوه. ما صفيتهوش من الميه، بنفس الميه بتاعته بكل حاجه، لان ده هيتسمغ ويتحط في التلاجة لمده ساعه. حطينا البصل المبشور، هننزل عليه بالبهارات بتاعتنا زي ما قلنا، بهارات لحمه وبابريكا وكزبره ناشفه وشطه وملح وفلفل. ما تحطيش اي بهارات زياده عشان ما تضغطش على الطعم بتاع اللحمه نفسه. هي دي البهارات حلوه جدا بتاعته، وطلع طعمه تحفه. هنقلبهم بقى كلهم، هتقعدي بقى تعجني فيهم كويس جدا لحد ما يتسمغوا مع بعض، ونحطه في التلاجة لمده ساعه. طلعناهم من التلاجة بعد ما عدت عليهم ساعه، لازم يفضلوا في التلاجة عشان البهارات بتاعتك تشرب من اللحمه، واللحمه تشرب من البهارات، يعني تبقى طعمه حلو. هنجيب بقى العيش، فتحنا العيش من الجنب. هتقسمي بقى الكمية اللي انتي عاملاها، تقسميها على العدد بتاع الترغيفة اللي عندك. ما تكتريش جامد في السندوتش علشان ما يبقاش اللحمة تبقى زيادة عن اللزوم، ما تستويش من جوه، وما تقلليش قوي برضه عشان تحسي بطعم الحواوشي اللي انت بتجيبيه من بره بالظبط. حطينا الحته من جوه الرغيف، وابتديت اطلع من بره من جوه لبره، يعني تدوسي عليهم تساوي الرغيف كله، لازم تساويه كده يبقى كله سوا واحد عشان الاستوى بتاع الرغيف يبقى كله مستوي سوا واحد. ممكن بقى لو عايزه عندك جبنه ممكن تحطي جبنه، عندك سجق ممكن تضيفي سجق عشان الطعم. بعد ما خلصت الكميه كلها، هدهن بقى من فوق ومن تحت الرغيف بتاعنا سمنه، وهحطه في الصينيه وهحطه في الفرن. عايزه تحطيه على الطاسه، عندك خيارين، ممكن تعمليه على الطاسه من فوق، تحطي شويه سمنه وتقومي مشوحاه على الطاسه، او تعمليه زي ما انا عملته كده، حطيته في الصينيه بس دهنته ماده دهنيه بقى، زيت سمنه زبده اي اللي عندك وعايزه تعملي بيه اعملي بيه. هتدهنيه كويس جدا من فوق ومن تحت عشان بس يطلع محمر معاكي ويستوي، وكمان يطلع مقرمش. هتحطيه في الفرن على درجه حراره 180. طبعا الحواوشي زي ما انت عارفه التسويه بتاعته اول ما يتحمر من فوق ومن تحت يبقى كده تمام. في التسويه بتاعته كمان اللحمه ما تبقاش كتيره جوه الرغيف، يعني حاولي ما تحطيش كميه كبيره جدا في الرغيف
اول بس ما يتملي كده الرغيف خلاص على كده، عشان اللحم ما تاخدش معاكي سوا من جوه وتطلع نيه لو ما سويتهاش كويس. احنا ده هندهن بقى كل الكميه بنفس المنظر ده من فوق ومن تحت، وهرصهم طبعا في الصينيه وهحطهم في الفرن لحد ما يحمروا من فوق ومن تحت ويستووا ونطلعهم على طول. كده الحواوشي بتاعنا طلع بصوا بقى ما شاء الله، من فوق ومن تحت التحمير بتاعه برضو كويس، مش محمر قوي. انا دوست عليه شويه عشان عندي الولاد بيحبوا المقرمش، فلو انت ما بتحبوش كده يعني ما تحمريش زياده عن اللزوم، بس انا عندي هما بيحبوا المقرمش في الحواوشي بالذات، فحمرتها يعني سيكه صغيره. وكده يبقى معانا الحواوشي جامد جدا، احلى من بتاع بره بكتير جدا. اعمليه في البيت انضف واحلى واطعم من بتاع بره. يا رب يكون نال اعجابكم الفيديو بتاع النهارده، واستنوني فيديوهات احلى واحلى، واترككم في رعايه الله. بس ما تنسوش